سوق العربيات في مصر بيرقص، في 4 ايام نزل ل 20,000 عربيه تقريبا. انا مش ملاحق اذاكر، فواحده واحده. اهم العربيات اللي نزلت في مصر ال4 ايام اللي فاتوا، ايه الموضوع؟ خلود هيقول لك. الفيديو ده سبونسرد باي بروفي كار، زيوت المانيه موتورك يحبها. يوم 2 فبراير نزلت كوبرا بالفيس ليفت من الفورمنتور، العربيه اللي الشباب كلها بيحبوها، ونزلت بسعر تحفه 1,850,000 رغم ان الشكل القديم كان معدي ال 2 مليون جنيه. والموتور لا، هم الصراحه نزلوا بال 1500 تيربو هايبريد عشان يلائم العائلات الصغيره. تقول لي يا خلود بس انا شاب وبحب اتدلع، اقول لك هم وعدونا هينزلوا ال 2000 سي سي برضه، بس المره دي ب 265 حصان. وبعد كده نزلت شنجان يوم 3 فبراير، وانا عارف والله انا اتكلمت معاكم في الاستوري على موضوع شنجان ده للناس اللي عامله لي فولو، بس سريعا كده هم نزلوا عربيتين الاثنين عملوا فايبريشن في السوق. الاولى وهي الشنجان الايدو، نزلت ب 750 و800 الف، موتور 1500 تنفس طبيعي ممتاز على الفئه السعريه دي، ممتاز. قام حاطط له دي سي تي في تيس دول كلتش، انا ما فهمتهاش دي الصراحه. ونزلت بقى السي اس 75 بلس، ونزلتها ب 1,350 ومليون 500، وبنفس الموتور ال 1500 تربو 185 حصان و300 نيوتن متر، وفي تيس ايزن 8 سرعات ياباني. تقول لي يا خلود طب من 1,300,000 ل 1,500,000 العربيات كترت قوي، تنصح بيها؟ ولا اعرف، اقسم بالله ولا انا احترت لك. وبعد كده يوم 4 فبراير تيجي البي واي دي، دخلت بالسيجل، ثم مسمينها دولفين تقريبا، نزلت ب 850,000. تسعير كان معقول وكان متوقع، العربيه صغيره بتمشي 300 كيلو في الشحنه الواحده. لكن الاهم من وجهه نظري هي السي لاين 6، نزلت كهرباء اي في ب 1,550، لكن نزلت بتقنيه الدي ام اي 1,750 و1,950. قول لي ايه الدي ام اي ده خلود؟ اقول لك عيب عليك، عيب عليك، ده انا قعدت اشرحه في فيديوهين، روح اعمل فولو واتفرج على الفيديوهات. لكن مبدئيا هو بلاجن هايبريد، واحسن من الهايبريد واحسن من الريف. وفي الاول كنت مخضوض من السعر، لكن لما ركزت لقيت 1,750 ده ارخص عربيه بلاجن هايبريد في مصر، وده صعب المنافسه على الهافال الرابتر اللي هتنزل، وعلى الجي 2 التي 2 البلاجن هايبريد اللي لسه هتسعر، وعلى التيجو 9 الشاري البلاجن هايبريد الجميله جدا اللي ب 2 مليون جنيه لكنها 7 سيتر 7 مقاعد. قول لي يا خلود يعني ترشح ايه؟ الصراحه برضه احترت، بس على حسب احتياجاتك اقول لك. اكتب لي في الكومنت انت نفسك في ايه، نفصص الموضوع سوا. وشيري هي كمان نزلت الملعب بالشيري اريزو 6 جي تي، ونزلتها بمواصفات لذيذه جدا، 145 حصان، ونزلت بفئتين 840 و900. عربيه بالشكل ده تحت المليون برضه مخليه انا مبسوط بالسوق. ونيجي بقى على اهم واحده نزلت من وجهه نظري امبارح، الديبال الجي 318 ريف، مواتير كهرباء ومواتير بنزين، قصه، نزلت ب 1,800 و1,950. هنعمل ايه في الاس او 7 اللي سعرها قريب جدا من الديبال الجديده؟ نفس السؤال الفورمنتور، هنعمل ايه في سعر الكوبرا ليون؟ انا اكيد عمري ما هنصح حد يسيب الفورمنتور الهايبريد الجميله ويجيب الليون. ودي يا سيدي كان اهم العربيات اللي نزلت اليومين اللي فاتوا. والله كان نفسي اكون في مصر، بس كان عندي سفريه مع مرسيدس مع عرب جي تي، بس هاجي لكم وهجرب العربيات. وبمناسبه التجربه، كل العربيات دي مواصفات جميله جدا على الورق، التجربه بتبين كل حاجه. فلو عجبك الفيديو تعمل فولو خلود، واشوفك الفيديو الجاي.